ماكرون، افحص صحتك العقلية أولا. مرحبا بكم على قناة أنوار بوست. ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياسات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال المسلمين، قائلا إن عليه فحص صحته العقلية. وجاء هذا بعد تصريحات الرئيس الفرنسي التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وللرموز الإسلامية. وقال أردوغان في خطاب متلفز: ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل كل شيء افحص صحتك العقلية. Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara. وأثار مقترح ماكرون حماية قيم بلده العلمانية من أتباع التيارة الإسلامية حافظة الحكومة التركية. ووصف ماكرون الإسلام هذا الشهر بأنه ديانة تعيش أزمة حول العالم، وأشار إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون في كانون الأول ديسمبر لتشديد قانون صدر 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا. كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس والسيطرة على التمويل الخارجي للمساجد. وأضاف أردوغان في خطابه: ما هي مشكلة المسمى ماكرون مع الإسلام والمسلمين؟ وأضاف: يحتاج ماكرون فحصا عقليا. وتوقع الرئيس التركي أيضا ألا يحقق ماكرون نتائج جيدة في الانتخابات الرئاسية عام 2022. وتابع: ستنظم الانتخابات في فرنسا، سنرى مصيرك لأنك لم تحقق شيئا لفرنسا. عزيزي مشاهد قناة أنوار بوست، ما رأيك في هذه الواقعة؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. مع السلامة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.